3 ديال الليل واد بوحدك وصوتينا لي باسمك كيقولوا ما تجاوبش. السلام عليكم، معكم من لوكا ستوريز، راوية القصص الواقعيه والمرعبه. الا كان كيعجبكم هذا النوع من المحتوى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس حيت جاي اخطر وارعب. يلا نبداو اليوم مع اسطوره مغربيه 100%، قصه كيعرفها الصغير والكبير. عايشه قنديشه. باش نفهموا عايشه قنديشه خاصنا نرجعوا لدور بزاف، فين الباحثين كيقولوا ان الاسم ديالها عنده 2 ديال المعاني. عايشه سميت بنات بزاف في المغرب، وقنديشه جايه من القنديش بالامازيغيه كيعني المعزه. علاش المعزه؟ حيت الوصف المتداول ديما فيه رجلين ديال المعزه. وفي كتب ديال التراث بحال الاساطير المغربيه لمحمد شكري كاينه اشاره ليها كرمز من رموز الثقافه الشعبيه، وكيقولوا في الاصل كانت مرتبطه بالماء والخصوبه عند الامازيغ. من بعد منين تبدلت الثقافات ولات كتخوف. ماشي غير جن، هي جزء من الذاكره ديالنا. دابا غنشوفوا كيفاش كتوصفها الروايات. النقطه الاولى الشكل. كيقولوا في النهار الا شفتيها كتبان مرا عاديه زوينه بزاف، شعرها طويل للركبه، لابسه قفطان اخضر ولا ابيض، ولكن منين كدور كتبان الكارثه، رجلين ديال المعزه. النقطه الثانيه الوقت والمكان. ديما الليل، ديما 12 ديال الليل حتى الفجر، وديما نفس الاماكن بحال الوديان، العيون، الحمامات القديمة والأماكن المهجورة. النقطة الثالثة طريقة. هنا فيه الخطر. كيقولوا عندها 3 ديال الطرق باش تجبدك. الطريقة الأولى الغناء، صوت ناعم بزاف كيخليك تبعو بلا ما تشعر. والطريقة الثانية البكاء بحال طفلة صغيرة ضايعة. والطريقة الثالثة الاستعطاف. والهدف من كل هاد الشيء حسب جداتنا كان هو تحذير باش الدراري ما يمشيوش للواد بوحدهم. دابا نمشيو للقصص اللي كيداولوها الناس، ونعاود نقول هذه روايات شعبيه وما نقدرش ناكدها 100%. في فاس الناس الكبار كيقولوا بالليل كيسمعوا غناء. واحد النهار واحد السيد قال انه تبع الصوت ولقاه كيختفي في الماء. في مراكش كيقولوا ان في 1980 اختفوا 3 ديال رجال منها في ظروف غامضه، والناس ربطوها بها. في سلا حراس كيحكيوا انهم سمعوا خطوات في الليل، ومنين دخلوا ما لقاو حتى شي واحد. الشيء الغريب هو انك الا جمعتي هذه القصص كامله من طنجه لكويره كتلقى نفس التفاصيل، نفس الوصف. علاش بالضبط؟ هذا هو السؤال اللي محير الباحثين. يلا نحاول نفهمه. كاين تفسير الاول ديال علم النفس. زمان ما كانش ضوء، الوديان خطيره بالليل، فالجدات اختاروا قصه مرعبه باش الدراري يخافوا ما يقربوش. التفسير الثاني اجتماعي، هي طريقه ديال المجتمع باش يضبط السلوك، ما تمشيش بالليل، ما تهضرش مع الغرباء. يعني واش كاينه ولا لا انا ما نقدرش ناكد لكم، ولكن نقدر نقول انها عايشه في عقولنا. عايشه قنديشه اسطوره ولا حقيقه، رمز ولا جن؟ الشيء الوحيد اللي متاكدين منه هو انه جزء منا، جزء من حكاياتنا ومن خوفنا. ودابا سؤالي ليك، واش الجده ديالك عمرها حكات لك عليها؟ وشنو قالت؟ كتبت لي لتحت في التعاليق. وإلا بغيتوا المزيد من الفيديوهات على الاساطير المغربيه ديروا لايك وبارطاجيو، وما تنسوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد. نتلاقاو في الفيديو الجاي. كانت معكم من لوكا ستوريز، بسلامه.